وبحكم أنني أعرف الطلبة جيدا وهم من طلبة من خيرة أبناء الكلية، يعني ما ترددتش نهائيا في أنني أكون الأستاذ المشرف عليهم. وبالفعل درنا اللقاء الأول بعد عقدنا الجمعية العامة وكونا المكتب وبدأ العمل. دعوني أذكر فقط، ربما كاين راهم هنا أعضاء النادي وكاين ما يعرفوش، بأنه هذا النادي في خلال سنة حقق أرقاما لم تحققها نوادي تنشط منذ سنوات على مستوى جامعة تيارت. لست أملك هذه الأرقام، لكن دعوني أقول بأنه كان أكثر نادي ناشطا في السنة الماضية. عقد أكثر من 5 أو 6 لقاءات، ندوات فكرية، أيام يعني دراسية تتعلق بالمحاكمات السورية، تتعلق بمحاربة تعاطي المخدرات، تتعلق بمكافحة الجريمة الإلكترونية. شارك في التحضير وسيرورة الملتقيات التي نظمتها الكلية، نظم أيام تطوعية. يعني نشاط سلته في هذه السنة كانت مملوءة للغاية. كما راكم تشوفوا معنا إن شاء الله يكون هذا اليوم عندنا حسن تطلع طلبتنا الأعزاء. ارتأينا إلا وأن يشاركوا معنا الأسرة الإعلامية، أساتذتنا الكرام، إطارات الكلية. فارتأينا إلا وأن يكون للطلبة دور كبير في هذا الحفل وهذه الذكرى. ارتأينا إلا وأن يكون طلبتنا الأعزاء جزءا من عائلة هذا النادي. والله كما كان يقول الأستاذ المشرف على النادي تاعنا، يعني في عام قدرنا نحققوا، والحمد لله هذا كله بفضل الله، قدرنا نحققوا في سنة واحدة ما لا يقدر عليه معظم النوادي الجامعية. يعني كان العام هذا كان عام مثمر جدا ومثري بزاف، كانت عنده يعني نتائج إيجابية للكلية، وكان دور النادي هذا بارز وفعال في الكلية تاعنا، في كلية الحقوق والعلوم السياسية. النشاطات يعني كانت لنا أيام دراسية حول الأمن السيبرالي، حول مكافحة المخدرات. كانت عندنا في السداسيين يعني محاكمة افتراضية سورية، يعني باش نخرجوا الطلبة من الجانب النظري إلى الجانب التطبيقي أكثر. كانت عندنا في السداسي الثاني أيضا محاكمة افتراضية وكانت جنائية، يعني الأولى كانت حول المضاربة غير المشروعة، والثانية كانت جنائية. كما قلت يعني باش الطلبة تاعنا يركزوا أيضا على الجانب التطبيقي أكثر من النظري.